عظيم يا كابتن رضا عبد العال، وتعليق كويس جدا يعني بعد خسارة الزمالك والاسماعيلي. وانت بصراحة طالع بتتكلم كعادتك يعني بكل امانة. والمشكلة فعلا في المدير الفني، والمشكلة وقناة الزمالك دلوقتي بتقول لك ان المشكلة برضو في المدير الفني، وان المدير الفني بيدي ادوار مركبة للاعيبة مهزوزة بسبب الاحداث اللي بتحصل بره. المهم يا سيدي ان لنا الطوفان، يعني لا مرتضى منصور لا اما الطوفان. يعني مرتضى منصور مشي خلاص كده الزمالك يقع. يبقى احنا كده بنأكد كل كلام مرتضى منصور، ان لو مرتضى منصور مش هيبقى فيه نادي اسمه نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيقع. وبالفعل كل اعلاميين الزمالك دلوقتي بيأكدوا الكلام ده. شابوه يا رجاله بجد والله، ماشيين على الخطه مظبوط. يعني انا لو من مرتضى منصور ورسم لكم خطه، بصراحه يعني بصراحه مش هتمشي عليها بالدقه دي. يعني مرتضى منصور لو هو اللي رسم الخطه دي علشان نادي الزمالك يقع، والله اعلاميين الزمالك المفروض ان هم بيمثلوه او رموز الزمالك مش هينفذوها بالدقه دي. لك الله يا زمالك بكل امانه يعني بصراحه يعني والله. مع اني اهلاوي، ولكن والله حال الزمالك دلوقتي يصعب على اي حد مؤمن يا جدع، سواء بقى من اهلاوي او زملكاوي. لا بجد والله نادي الزمالك في ورطه، في ورطه كبيره لما يتهاجم من ابنائه. في مشكله، في مشكله كبيره قوي. وقلتها الفيديو اللي فات، المشكله في الجماهير، في عقليه الجماهير، مش في حاجه تانية. وركز في الكلام.